اخبار مية مية في الكرة المصرية، فضلا وليس امرا. ادعمني باللايك والمتابعة، وعايز اشوف فرحة الاهلاوية ان هم يقابلوا ريال مدريد. يلا بينا. بص يا صديقي، الراجل ده مدرب، ومدرب كبير قوي، ومدرب محنج قوي. لعب الشوط الاول على قد الماتش، ولقى نفسه الفريق بتاعه مش عارف يوصل للمرمى كويس، ولقى الفريق التاني ضغطه. بكل بساطة يا صديقي، نزل في الشوط الثاني قلب الخطة من 4-3-3 ل 4-2-3-1 بوجود قفشة مكان حمدي فتحي. واحمد عبادر ده لاعب سافل جدا، بيرقص اللعيبه كلها وبيخش وسطيهم وبعدين بيسيب الكوره. الواد ده لو يلعب للفريق شويه اكتر ما بيلعب لنفسه فردي، النادي الاهلي مش هيلحق على الاهداف. اما عريس الليله يا صديقي محمد مجدي قفشه، اللي موعود بكل سنه يجيب له قاضيه. وعلى فكره يا جدعان، بطل امريكا ده بطل الكونكاكاف، فريق مش سهل جدا وفيه لعيبه منتخبات كتير. وانت كاهلاوي يا صديقي، ايه شعورك ان انت رايح تقابل ريال مدريد، نادي القرن في اوروبا ونادي القرن في افريقيا هيقابلوا بعض؟ ولمعلوماتك يا صديقي، النادي الاهلي دي رابع مره يوصل فيها